ازيك يا سعاد؟ ده انتوا وحشني بشكل. اقعد عاوزين نسمع منك يا بطل. ده انا عندي ليكوا حكايات للصبح. الله، امال فين الولاد؟ سامي وسامح بره وزمانهم جايين. طب وابراهيم وسمير؟ ابراهيم يا سيدي في مصر بيقدم ورقه للثانويه العسكريه وخد سمير معاه. عال ده ناوي يخش العسكريه بقى. ايوه يا سيدي، ما انت عارفه طول عمره غاوي حياه الجنديه. ربنا يوفقه للي هو عاوزه ويعمل اللي فيه خير يا رب. لكن قول لي، ايه اخبار الحرب في فلسطين؟ ادينا الشهر ده فتره الهدنه اللي فرضها مجلس الامن. ما هو لولا الهدنه دي ما كنتش عرفت اخد اجازه المدام بتاعتي. ده لازم سامي وسامح. الله، ده ابراهيم وسمير. اهلا الحمد لله على السلامه يا ولاد. اهلا يا عم، ازيك يا عم؟ قدمت ورقك يا ابراهيم؟ ابدا يا بابا، ما رضيوش يقبلوه. ايه ازاي يا ابني ما رضيوش يقبلوا ورقك ليه؟ الظاهر كان لازم اجي معاك بنفسي يا ابراهيم. وهو انا صغير يعني يا بابا؟ الحقيقه يا بابا ابراهيم كان بيتفاهم مع الضابط في منتهى الهدوء. قال لنا ان التعليمات واضحه ولازم كشف الاملاك والاطيان. طب والرياضه؟ مالها الرياضه يا بابا؟ يا ابني المعاهد الثانويه العسكريه بتقبل كمان المتفوقين في الرياضه. ده يبقى عظيم جدا. طيب ما هو ابراهيم من ابطال العاب القوه. ما عنديش شهادات بالبطولات دي يا عم. ولا يهمك، قدم في اختبارات الرياضه. الكليه الحربيه بتعمل تصفيات في الرياضه، وضروري الثانويه العسكريه هتعمل كده. خلاص انا الصبح راجع تاني، والمره دي بقى مش راجع الا لما اقدم اوراقي. ايوه يا ابراهيم، ورجلي على رجلك. انت مش هتنام بقى يا سامح؟ دي الساعة بقت 11 وزيادة. مش جاي لي نوم يا سامح. ليه بقى؟ مالك؟ بفكر. يا سلام، وبتفكر في ايه بقى؟ في ابراهيم. ماله ابراهيم؟ تعرف يا سامي ساعات بحسده. ليه بقى؟ اهو رايح بكرة يقدم اوراقه في المدرسة العسكرية، والسنة الجاية يخش الكلية الحربية ويبقى ضابط. وليه بقى بتحسده يا سي سامح؟ يعني مش بحسده بالظبط، انا بتمنى له كل خير. انا قصدي نفسي ابقى زيه. طب كلها كام سنة وتعمل زيه؟ كام سنة يا سامي؟ يا عم السنين بتفوت هوا. تصبح على خير. انا لو سمحت عندي بطولات رياضيه كتير. معاك اوراق او شهادات بكده؟ لا بس مستعد امتحن. اسمع يا ابراهيم خير رفاعي. اسمع يا ابراهيم، انت باين عليك شاب كويس. شكلك خير. قول لي بقى يا سيدي، ايه الرياضات اللي بتلعبها؟ العب قوه 400 متر واختراق الضاحيه وعندك استعداد تخش الاختبار يعني؟ طبعا يا فندم طبعا. طيب خد الاستماره دي ونلعب. حاضر يا فندم. مقدمة للسيد ابراهيم شيخ قد سبق له ان قصر على الرياضات على القوى مستعد للامتحان. هذا يا فندم. هات الاوراق. شوف يا ابراهيم، تيجي يوم الثلاث الجاي عشان الاختبار الرياضي. مع السلامه. شكرا يا فندم. لكن اشمعنى يعني سيرة البكباشي احمد عبد العزيز هي اللي عاوزني احكي لك عليها يا ابراهيم؟ البكباشي احمد عبد العزيز يا عمي بيجسد قدام كل المصريين معاني البطولة والفداء. هو ده بالظبط اللي بيشدنا كلنا، مش انا بس. تعرف يا ابراهيم، احمد عبد العزيز دخل فلسطين وما معهوش غير سرية مشاة واحدة ودخل بيها غزة. كان بيمهد طريق تقدم الجيش. تعرف كان تسليحه ايه؟ لازم كان معاه مدفعية كتيرة واسلحة كتير. ابدا يا ابراهيم، هي سرية المشاة و4 مدافع ميدان و4 مضاد للدبابات. ايه رأي حضرتك بقى؟ امال ازاي يا عمي وصل بالقوة البسيطة دي لغاية بيت لحم؟ يعني خطوة واحدة من القدس. ما هو ده اللي انا عاوز اقوله لكم يا اولاد. مش المهم الاسلحة بس،
المهم الرجالة اللي ورا الاسلحة. بالظبط كده يا عم، لكن قبل احمد عبد العزيز ما يوصل بيت لحم جمع قواته من المتطوعين واحتل مدينة بير سبع بعد ما ضرب المستعمرات اللي حواليها ومهد لنا عشان احنا نحتلها. انما ده شيء جميل قوي يا عمي ان الواحد يخدم مع بطل عظيم زي الباشا احمد عبد العزيز. شد حيلك يا سيدي وخلص وانت تيجي تخدم معاي. عبدالله على السلامة يا عم شفيق. الله، ولا يا شيخ كانت لك وحشة كبيرة قوي انت في الاجازة. تعرف يا لطفي انا ما حسيتش بطعم الاجازة. غريبة، ده اللي كان يشوف فرحتك قبل ما تقوم بيها ما يسمعكش دلوقتي وانت بتقول كده. لا يا لطفي انا بكلمك جد. طب تقدر تقول لي ليه؟ ايه السبب اللي خلاك ما شعرتش بطعم الاجازة؟ اولا الناس في مصر ولا حاسين ان في حرب هنا في فلسطين، حرب ممكن تأثر عليهم. خلينا في اولا دي، ازاي يا شفيق؟ محدش غير الجيش حاسس باللي احنا بنعمله هنا يا لطفي، محدش حاسس بينا. السينمات زي ما هي، البلد مليانة اضواء وانوار كأنها في فرح مش في حرب. طيب دي اولا، وثانيا انا عايز اقوم انام. لاحظ ان انا لسه جاي من الاجازة النهاردة ومن الفجر وانا راكب القطر الحربي. تفتكر هتعرف تنام يا بطل؟ لا طبعا ما افتكرش. اسمع، قوم بينا. على فين؟ دلوقتي تعرف. يا عسكري زيتون افندم، ينبع للفلوس برضه. حاضر يا فندم. اليوم اللي بتستنى قول يا بابا اللي معانا الضيوف الدنيا يا بابا الصوت احنا عرب اصلنا معروف فن الحرب احنا بدعنا نجاهد في سبيل الله. ايه فرحان في ايه يا ابو خليل؟ بفكر في بكرة. الان يا ابراهيم؟ ما خبيش عليك يا سمير. ايوه الان. علشان اختبار الرياضة؟ لا. امال عشان ايه؟ مش عارف، محيراني قوي حكاية كشف الاملاك والاطيان دي. يا اخي ما خلصنا منها بس مش عجباني. الموضوع ما يتحسبش بالاطيان والاراضي والفلوس، مهم الكفاءات، ودي حاجة ما تتحسبش بالفلوس ابدا يا سمير. طيب يلا بينا، القطر داخل على محطة مصر. اسمع طلبة، دلوقتي هنبدأ الاختبارات الرياضية. هنبدأ بألعاب القوى. هنادي على الأسامي، كل اللي يسمع اسمه يجي يقف على الخط الأبيض. الطالب ثاني محمد، حارة نمرة 1. الطالب علي سالم، حارة نمرة 2. الطالب كامل مرسي، حارة نمرة 3. الطالب إبراهيم سيد الرفاعي، حارة نمرة 4. الطالب سيد محمود، حارة نمرة 5. الطالب كمال مصطفى، حارة نمرة 6. اسمع الطلبة، هنبتدي السبق الأول بعد ما نسمع إشارة البدء بالصفارة. مش عاوز أقول لكم إن اللي هيخرج عن الخط الأبيض يعتبر disqualified، يعني هنشطب اسمه من السبق. يلا استعد. نمرة 4 الأول، اسمك يا طالب؟ ابراهيم سيد.
العظيمة عمرها ما بتنسى ابنائها العظام اللي عمرهم ما بيخلوا في يوم بدمهم عليها. مصر دايما بتضم ولادها اللي فادوا حياتها بدمائهم. مصر العظيمة عمرها ما بتنسى ابنائها العظام اللي عمرهم ما بيخلوا في يوم بدمهم عليها. مصر دايما بتضم ولادها اللي فادوا حياتها بدمائهم، بتضمهم في حنان وحب، بتحطهم في حنايا ضلوعها، لأن الأم العظيمة عمرها ما بتنسى ولادها المخلصين.